ما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس، والله الواحد بيتعب عشان يعمل لك حاجة كويسة، فما تنساش اللايك كمان. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع ايفرلي وهي بتقتل كل اللي في الشقة، ففي رصاصة بتيجي فيها. عشان تكون فاهم ايه اللي بيحصل، ايفرلي بقالها اكتر من 4 سنين محبوسة في الشقة دي، واللي حابسها رئيس عصابة مافيا كبير اسمه تايكو، بيحبها جدا. طب ليه قلب عليها وعاوز يقتلها؟ لانه عرف انها خانته وكلمت ضابط شرطة عشان تدي معلومات تدينه، في مقابل انه يحميها ويحمي بنتها ميسي وامها. فبتكلم الضابط عشان تعرفه باللي حصل، فما بيردش عليها، فبتسمع صوت تليفون بيرن، فبتروح تشوفه فين، فبتلاقيه مع الراجل ده، فبترد عليه، فبيطلع تايكو، فبيقول لها انا كنت عارف انك مش هتستسلمي بسهوله، انت شفت هديتي اللي جبتها لك؟ فبتروح تشوف هي فين، ففتحتها لقت فيها الضابط اللي كان المفروض يساعدها، فبيقول لها انا رجالتي دلوقتي عند امك وبنتك، فبتقول له من فضلك ما تعملش فيهم حاجه، فقال لها ده نتيجه الخيانه بعد كل اللي عملته عشانك، فبتقول له اقتلني انا اللي خنتك، بس سيب بنتي في حالها، فقال لها تمام انا موافق، هسيبها تعيش بس هتبقى ملكي زيك كده، فبتشتمه وبتقول له لو قربت من بنتي هقتلك، فبتتصل بامها بسرعه عشان تقول لها تهرب، فامها بتقول لها انت عملت ايه؟ فايفرلي بتقول لها مش وقته، خدي ميسي ويهربي بسرعه من البيت وقابليني في الحديقه اللي في وسط المدينه، انا هستناكي هناك. وهي بتخرج لقت واحد ماسك سلاح، فبتدخل تاني وضربته بالنار، وقالت لامها انا هتاخر شويه خلي بالك من بنتي، فمسكت الرشاش ومستنيه حد يدخل، واول ما الباب فتح فرغت الرشاش فيه، فطلعت واحده ست جايه تقتلها، وبيفضلوا يضربوا في بعض. بس ايفرلي قدرت انها تقتلها. تايكو عمل جايزة 50,000 دولار للي يقتل ايفرلي، فكل واحد بيتسابق انه يقتلها الاول، ففي واحدة تانية جت عشان تقتلها، فايفرلي بتقول لها انا ممكن اديكي فلوس اكتر بس ما تقتلنيش، فبتقول لها انت ما معكيش اي فلوس، فايفرلي بترمي لها شوية فلوس عشان تصدق، فبتدخل عليهم واحدة تانية جاية تقتل ايفرلي، فبيفضلوا يتخانقوا مع بعض على مين اللي هيقتل ايفرلي، فبيضربوا بعض بالنار وبيموتوا. فالشخص ده خلينا نسميه طوكيو طلع لسه عايش، فبيقول لها ممكن اطلب منك طلب؟ انا عاوز اشرب، هاتيلي شويه ميه، فبيصعب عليها فبتروح تجيب له ميه، بعدها بتجيب شنطتها والسلاح عشان تخرج، فبيقول لها مش هتعرفي تخرجي من هنا، فبتسيبه وبتروح تفتح الباب، فلقت ضرب النار اشتغل، فقفلت الباب تاني، بس خرجت تاني وفضلت تضرب نار، فالشخص ده لسه هيقتلها، فطوكيو عطله عشان ايفرلي تقتله. الشرطه جت المبنى فخرجت مجموعه من السكان، فايفرلي خرجت من الشقه هي كمان، ولسه هتخرج من المبنى الشرطه مسكتها ورجعتها الشقه تاني، طلعوا تبع تايكو، فايفرلي اتصلت بامها وبتقول لها انا مش هعرف اخرج، تعالي انتي خدي الفلوس واختفي بعدها، اول ما تقربي من المكان كلميني وانا اعرفك تعملي ايه. فطوكيو بيقول لها انت عندك زياره، هتعملي ايه في الشقه؟ فمسكت الشقه تنظيف وخبت الجثث ومسحت الدم قبل ما امها تيجي. بعد كده راحت لطوكيو ووطته. امها وصلت المكان فاتصلت بيها، فقالت لها قولي ليهم انك رايحه تشوفي والدتك اللي في السابع، وبعد كده انزلي الدور السادس. امها بتوصل للشقه فبتقول لها ممكن ندخل جوه تعرفيني ايه اللي بيحصل؟ فبتقول لها مفيش وقت، خد الفلوس وامشي من هنا. فامها بتدخل جوه فبتقول لها مين ده؟ فقالت لها ده قصه طويله مش وقته، خد الفلوس، وانت نازله لو حد وقفك قولي لهم احط الشنطه في العربيه واجي اخد امي. فامها بتاخدها الحمام وبتفضل تزعق لها انت كنت فين؟ بقالك 4 سنين معرفش عنك حاجه، ولما كلمتيني عاوزاني اخد شويه فلوس وامشي من غير ما اعرف ايه اللي بيحصل، في ايه؟ انت كنت فين؟ فايفرلي بتقول لها انا بقالي 4 سنين محبوسه في الشقه دي، ممنوع اخرج منها، واللي حابسني زعيم مافيا اسمه تايكو. فامها بتقول لها خلاص انا هنا وهساعدك. فايفرلي بتقول لها انت ما تعرفيش حاجه، فبتسمع صوت تليفون فبتروح تفتح الستاره لقت الجثث. فايفرلي بتقول لها عرفت ليه انا عاوزاكي تمشي من هنا؟ عشان كده وعشان تخلي بالك من بنتي. بنتها جابت صندوق الهديه اللي فيه راس الشرطي ولسه هتفتحها، طوكيو نادى على ايفرلي بسرعه قبل ما تفتح الصندوق، فايفرلي خرجت بسرعه ولحقتها، فطوكيو بيموت فايفرلي بتغطيه. ميسي فتحت الباب وخرجت بره، فايفرلي خرجت وراها لقت واحد واقف ومعاه كلب واقف قدام بنتها، فمسكت بنتها وجريت على الشقه والكلب وراها، فبتدي بنتها لامها، فالكلب هجم عليها فمسك في رجل طوكيو، فايفرلي مسكت قنبله وفتحتها ورمتها بره، فالكلب جري وراها واتفجرت فيهم. ففتحت التلفزيون لقت شويه رجاله طالعين، فراحت لواحده اسمها انا فضلت تخبط عليها عشان تدخل امها وبنتها
بنتها لمدة 10 دقايق بس، ففتحت لها وقالت لها عشانهم هم بس. فالاسانسير فتح، فضربت عليهم نار ورمت قنبلة جوه الاسانسير اتفجرت فيهم، ودخلت الشقة تاني. الكهرباء اتقطعت في المبنى، فبيطلع لها الراجل ده اسمه شين متخصص في التعذيب، ومعاه واحد مربوط في قفص حديد، ففتح القفص وجري عليها، ففضلت تضرب عليه نار اكتر من مرة فوقع فوقها. فشين راح ليها وخد المسدس ورمى عليها مادة تخليها ما تشوفش حاجة، فبيظهر 4 لابسين لبس غريب، فقال لهم حطوها في القفص، وفتح الشنطة وطلع منها مواد كيميائية لزوم التعذيب. فبيحط على ايديها مادة كاوية وعلى رجلها، ولسه هيحط على وشها، امها بتيجي وبتضرب عليهم نار عشان تنقذها، بس شين بيضربها وبياخد منها السلاح وبيحط في بقها مادة عشان تموت قدام بنتها. ايفرلي بتفك ايديها وبتمسك المسدس وبتقتلهم كلهم، وبتروح تلحق امها عشان ترجع اللي في بطنها. شين طلع لسه عايش، فمسك ايفرلي وفضل يضرب فيها، فقام سايبها وراح عشان يقتل امها الاول. فلسه هيقتلها، ايفرلي بتروح له وبتحط في بقه مادة كاوية وبيموت ببطء. التليفون بيرن، فبيطلع تايكو واقف في الشقة اللي قدامها، فبيقول لها ايه اخبار امك؟ ده الوقت اللي خليكي تعاني فيه بجد، ودعيها. وقام قاتلها. فافرلي من الحزن على امها مسكت السلاح وضربت عليهم نار، فقام ضرب عليها صاروخ فجر الشقة، فبيطلع الشقة مجموعة جنود، فافرلي بتفضل تقتل فيهم. بس في الاخر بيمسكوها، وبيظهر اخيرا تايكو، فبيقول لهم اربطوها في السرير واخرجوا. فايفرلي بتقول له لو هتقتلني اقتلني بسرعه بدون كلام. فبيقول لها انت ما ينفعش تموت بسرعه كده، انت لازم تتعذبي عقابا ليك على خيانتك. ايه رايك اروح اجيب بنتك هنا تشوفك وانت بتموتي؟ فبتشتمه وبتقول له سيب بنتي بره الموضوع، فبيضربها بالسيف بتيجي في الحبل، فبيروح لها وبينزل فيها ضرب. فبيقول لها انت ما تستحقيش الوشم بتاعي اللي على ظهرك. فلسه هيشيله، مسكت ازازه وخبطته في رجله، وقامت ماسكه صاعق وضربته فيه. بعدها مسكت المسدس، فبيقول لها لو مت على ايدك انت وبنتك مش هتكونوا في امان ابدا. فبتقول له خلاص موت بشرف، واديته السكينه عشان يقتل نفسه على الطريقه اليابانيه. فمسك السكينه وبدل ما يقتل نفسه حدفها فيها، جت في كتفها، ففي رصاصه خرجت عدت من جنب وشه. فايفرلي خرجت السكينه، فقام يجري عليها، فمسكت السيف وقامت مدخلاه ببطنه وقامت شقاه نصين. انا بتخبي ميسي في الدولاب، ففي حد دخل عليها وقتلها. فميسي بتخرج بره عشان تروح لامها وجدتها. فالراجل اللي كان في القفص وايفرلي قتلته وطلع لسه عايش، وقبل ما يقتلها ايفرلي ضربته بالرصاصه في دماغه. فميسي بتروح لامها تقعد جنبها وبتموت. فبتيجي الشرطه وبتاخد ميسي بره، وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم اخبط لايك وقول لي رايك فيه، وكمان ما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف ملخصاتنا اول باول. سلام.